ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة كلام في الكورة. لو اول مرة تشوفني، اول مرة لسه هتتابعني، ادخل اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بقدمه ان شاء الله. ويلا بينا نخش في فيديو النهاردة. هزيمة الزمالك من نادي بيراميدز في نصف نهائي كاس مصر. نادي الزمالك لعب بيراميدز قبل كده مباراة وحيدة، بخلاف المباراة اللي اتهزمها امبارح في ضربات الجزاء بنتيجة 4-3. المباراة اللي لعبها قبل كده كان في موسم 2018-2019 اللي هي كانت في كأس مصر في النهائي، وقدر الزمالك يفوز بنتيجة 3-0. أما المباراة دي الزمالك اتغلب 4-3 في ركلات الترجيح بعد ما انتهى الماتش، المباراة 90 دقيقة الأصلية بالأشواط الإضافية 1-1. بدأ التسجيل نادي الزمالك عن طريق حسام عبد المجيد متيب، لاعب نادي الزمالك، في الدقيقة 5. قدر يتعادل فخر لقاي لاعب نادي بيراميدز في الدقيقة 55 من عمر المباراة، ووصلت المباراة لأشواط إضافية، وقدر نادي بيراميدز إن هو يفرض أسلوبه الدفاعي على نادي الزمالك ويوصل المباراة زي ما هو عايز لركلات الترجيح، وقدر يفوز بيها بعد ما تصدى أحمد الشناوي لضربتين جزاء الأولى والأخيرة. أحمد سيد زيزو ضيع، كان لعب ضربة الجزاء على طريقة بارينكا، أما الأخيرة ضيعها شيكابالا. نخش بقى كده خلاص، يعني نادي بيراميدز الطرف الأول في المباراة النهائية لكأس مصر موسم 2022. الطرف التاني هيبقى مين؟ لسه المباراة النهاردة هتتلعب ما بين النادي الأهلي ونادي سموحة الساعة 6 مساء، ومباراة هيبقى التحكيم فيها يعني حكم الساحة طارق مجدي، مساعد أول يوسف البساطي، مساعد تاني هاني عبد الفتاح، مساعد رابع عاطف حسين. أما حكم الفار هيبقى سيد شعبان، مساعد حكم فار شريف عبد الله. النادي الأهلي قابل قبل كده نادي سموحة كم مرة في كأس مصر؟ قابل نادي سموحة 3 مرات قبل المباراة اللي هتتلعب النهاردة. النادي الأهلي فاز مرتين، نادي سموحة فاز مرة. نادي سموحة فاز في موسم 2014، ودي كانت أول مباراة ما بينهم في كأس مصر. نادي سموحة فاز ساعتها، كان في نصف النهائي برضه، وقدر يفوز على النادي الأهلي 2-1. نيجي المباراة اللي بعدها في 2016، يعني سنة 2016 برضه لعبوا بعض، بس المرة دي بقى مش في نصف النهائي، المرة دي كان في ربع النهائي. لعبوا بعض والنادي الأهلي فاز 1-0. السنة اللي بعدها على طول 2017 كان في نصف النهائي بقى المرة دي برضو، وقدر النادي الأهلي يحقق الفوز الكبير والأكبر في تاريخ لقاءات الأهلي وسموحة، سواء في الكاس أو سواء في الدوري، وفاز على نادي سموحة 4-0، ودي كانت أكبر نتيجة حصلت ما بينهم. طب النهاردة دي هتبقى المباراة التالتة ليهم بالنسبة لهم كنصف نهائي، لعبوها مع بعض نصف نهائي، وهتبقى المباراة الرابعة كمجمل لقاءاتهم مع بعض في كاس مصر. النهاردة طارق العشري يا هل ترى هيتخلى عن الفكر الدفاعي ويهاجم النادي الأهلي، ولا هيبقى زي ما هو كلاحة كروية زي ما اتعودنا على كابتن طارق العشري؟ ومش معنى ان انا قلت كلاحة كروية يعني انا بغلط في الراجل، لا، كلاحة كروية معروفة في العالم كله، اللي هو يعني زي تنح مثبت ال 11 لعيب بالجون بكله بالاتوبيس قدام الجون في منطقة ال 18. يعني انت يمين مش هتعرف، شمال مش هتعرف، هتيجي تخترق برضو مش هتعرف. وده اللي شفناه في مباراة 25/12 اللي فات، كانت في الدوري، والمباراة طلعت 0-0 للفريق. 90 دقيقة انت بتلعب
دفاع دفاع دفاع. فرقة بتدافع وفرقة بتهاجم بكل خطوطها، بس لا حول ولا قوة. انت هتعمل ايه؟ 11 لعيب واقفين، مفيش، لا هتعرف يعدي يمين ولا هتعرف تعدي من الشمال ولا هتعرف تخترق ولا هتعرف تعمل اي حاجة. ده معناه ايه؟ ان النادي الاهلي عليه، لعيبة النادي الاهلي عليها انها تخلص المباراة بدري بدري. ده ازاي؟ انك تستغل الفرص اللي هتجيلك، انصاف الفرص حتى. يعني انت ما تستناش مفاجآت من سموحة، انت ما تستناش مفاجآت، لانك لو وصلت لل90 دقيقة متعادل 0-0 هتكمل بعدها نص ساعة تاني، هتلعب اشواط اضافية، فانت هتتعب وهتزهق. ملخص مباريات الفرق الكبيرة قدام طارق العاشر سواء مع سموحة أو أي فريق دربه، طلائع الجيش، حرس الحدود، أيا كان الفرق اللي دربها إيه، مع الفرق الكبيرة هو بيدافع وأنت لا حول ليك ولا قوة. في الأخير بتبقى نفسك إن المباراة تخلص، أنت اتخنقت من المباراة. وده كان تصريح مارسيل كولر بعد مباراة 25/12 في الدوري، اللي قال أنا ما عمري شفت كورة كده في العالم، فرقة بتدافع 90 دقيقة، ايه الكلاحة الكروية دي؟ هو ما قالش باللفظ كلاحة كروية، يعني هو قال لك ايه الاسلوب الدفاعي ده؟ ما شفتش كده في العالم كله لعب كورة بالطريقة دي. والراجل زهق من المباراة، وفي اوقات كتير اصلا بيستفز يعني الفرقة اللي قدامه، مش بالاهانات ولا الكلام ده، بيستفزوا باللعب الدفاع ده، لدرجة ان انت بتبقى عايز تطلع من المباراة، ولو انت مغلوب 1-0 خليها تخلص، انا كده كده اتخنقت. تمام. فالنادي الاهلي المفروض يبدأ يهاجم من اول المباراة ويحرز هدف واتنين في الشوط الاول، ولو كان قدر يكمل في الشوط التاني ويحرز الهدف التالت بدري بدري في الشوط التاني، ويموت المباراة اكلينيكيا ويضمن فرصة الصعود للنهائي عشان يواجه بيراميدز. وهنعرف بعد المباراة في فيديو تاني انا هتكلم فيه بعد المباراة ان شاء الله، لو النادي الاهلي فاز، كم مرة النادي الاهلي قابل بيراميدز في الكاس، وكانت لمين الغلبة على التاني في كاس مصر وفي مبارياتهم في كاس مصر. ربنا يوفق النادي الاهلي ان شاء الله. ولو برضو النادي الاهلي ما حلفوش الحظ ولا قدر الله ما قدرش يفوز على سموحة النهاردة، برضو هطلع في فيديو واكلمكم عن مباريات سموحة مع بيراميدز في الكاس وعملوا ايه مع بعض قبل كده ومبارياتهم مع بعض. وفي الأخير لا يسعني إلا شكر حضراتكم على حسن المتابعة، وما تنسوش تعملوا إعجاب للفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس زي ما قلنا في أول الفيديو عشان يوصلك كل جديد بقدمه إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.